جايب لكم خبر مهم جدا يا جماعه، محور جديد اتعمل على الطريق الدائري. المحور ده بقى بيختصر مسافه كبيره قوي على الدائري. تبدا رحلتنا من عند طلعه المنيب، عند مترو المنيب كده. مجرد ان انت بتطلع الطلعه ديت وتمشي سكه 500 600 متر بتبدا تلاقي محور كمال عام، او لو برضو جاي من اتجاه المعادي بس لازم تبقى في الطريق البطيء هتلاقي طلعه المحور ديت بقى على يمينك. المحور ده بقى بيختصر جزء كبير جدا من الدائري، بدل اللفه الطويله اللي انت كنت بتلفها من حوالين الدائري عشان تخرج من اول المنيب لغايه الوراق. ومستغله حته او طريق اسمه ترعه الزمر، تقريبا ده كان رشاح بقى وفي نفايات وفي زباله، على حد ذاكرتي يعني كان بيعمل قلق جامد قوي وبيسبب نوع من انواع الامراض للناس يعني. رشاح بقى وفي مخارج كتير للمهندسين ومنطقه الهرم. اهميه المحور ده بقى اللي هو مفيد جدا لاخواتنا اللي جايين من الصعيد، خصوصا من اللي جايين من عند محطه بشتين اللي هي محطه صعيد مصر. طبعا غير اللي هو بيوفر وقت كبير، هو بيوفر وغالبا يعني ممنوع عليه سير العربيات النقل. وعلى فكره بقى المحور ده كان عامل قلق جامد قوي اول ما بداوا يعملوا فيه، ولكنه بصراحه طلع يستاهل القلق ده. خلي بالكم الطريق مليان رادارات، ولكن هو سرعته كويسه جدا وسرعته 80، ودي مناسبه جدا مع الثلاث حارات اللي احنا ماشيين فيه. ولكن خلي بالكم باستمرار من الطرق اللي لسه معموله جديده، قائدي المركبات بيبقوا مرتبكين جدا ومش عارفين المداخل من المخارج، فبتلاقي شويه حاجات كده مش ولا بد. عموما يعني لو انت هتطلع من منيب وتقفش على طول الطريق دوت لغايه دائري الوراق، خليك في الحاره الوسطيه او ممكن تنزل شمال، مش هتلاقي اي مخارج، فما تقلقش يعني مش هتلبس في مخرج كده انت مش عايز تخرج. اللي لاحظته ان تقريبا الطريق كله مضاء. المشكله بتكمن ان الطريق ده لسه ما اتحطش على الجي بي اس خالص، وقبل نهايه الطريق في مخرجين، مخرج يمين ومخرج شمال. يمين بقى يطلعك ناحيه دائري الوراق في اتجاه المرج ومسترد، وشمال بقى لو انت عايز تطلع من الناحيه الثانيه وتاخد اتجاه المهندسين. فانا هطلع يمين بقى اتجاه المرج ومسترد. لكن المشكله اللي هو في نهايه الطريق دوت لسه اعمال السفلته ما انتهتش، فبتلاقي حفره كبيره قوي وتلاقي الطريق كده ايه مش متساوي. شير بقى على جروبات العربيات، ربنا يستر طريقكم. سلام.